تعرض المغرب مرة جديدة للأسف إلى هزة أرضية، وأتمنى أن تمر على خير وسلام. هذا العام هذا 2025 كل شيء توقع زلازل وتسونامي لدول البحر الابيض المتوسط. فراه قبل هذه واحد السيمانه ضرب زلزال مشابه للزلزال اللي ضرب في المغرب بوزان، ضرب كذلك في دوله تونس بمدينه المكناسي في ولايه سيدي بوزيد في تونس. والبارح تقريبا مع 11:30 ديال الليل ضرب كذلك زلزال خفيف لان القوه ديالو كانت 5.2 ضرب نواحي وزان والقصر الكبير. فدابا الموضوع ديال هذه الحلقه تابع سبحان الله لاخر حلقه لحنا في الصفحه، هي كيفاش ليلى عبد اللطيف كانت توقعات باللي هذا الزلزال اللي ضرب غير البارح توقعاته هي هذه اشهر في واحد البرامج لبنانيه. ها انت اسمع بودنيك شنو قالت. تعرض المغرب مرة جديدة للأسف إلى هزة أرضية، وأتمنى أن تمر على خير وسلام. جميل، سمعتي دابا شنو قالت للمره الثانيه. مزيان. فكيفاش دابا هاد سيده التوقعات ليلى عبد اللطيف توقعات او تنبأات او جاتها معلومات او مخططات باللي راه في المغرب غادي يضرب زلزال للمره الثانيه. تعرض المغرب مرة جديدة. وكاين بعض الناس وبعض الفيديوهات انا شفتها دابا كدور في فيسبوك وفي يوتيوب، هاد الفيديوهات ديال ليلى عبد اللطيف هادي. تعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع والخوف. هذا التوقع هذا توقع قديم ديال سنه 2023 ديال زلزال الحوز. اما التوقع اللي صدراته غير مؤخرا لان هي توقعات زلزال الحوز وقالت فيه زلزال قوي بيضرب بعض الدول العربية وبيؤدي للأسف الشديد إلى سقوط ضحايا. ومن بعد التوقع هذا يعني غير في الاشهر، حيت هي في بدايه كل سنه كتخرج بواحد ليست ديال التوقعات، توقعات جديده للمغرب، كان من بينها انها قالت على المغرب غادي يضربوا زلزال للمره الثانيه. فدابا انت ولا انت جاوبنا في التعاليق كيفاش هاد السيده هذه، وراه كنا درنا عليها فيديو يلا هذه واحد يومين في الصفحه نيت، قلنا هاد السيده كتوقع كيجيوها مخططات وشرحنا بالتفصيل. رجع الفيديو السابق غادي تفهم مزيان. انت ولا انت قبل ما ترجع تتفرج في الفيديو تعرف الحقيقه في نظرك كيفاش ليلى عبد اللطيف كتوقع شي امور كيحدثوا في ارض الواقع. وخير مثال على ان هاد السيده التوقعات ديالها بعض المرات تصيب وكتجيبها. توقعات زلزال للمره الثانيه غادي يدوز في المغرب، والبارح شهدناه وعشناه. وفي الاخير الحمد لله والشكر لله اللي هذا الزلزال هذا مر يعني بسلام، مرت سليمه، ما كانوش خسائر، نحمد الله ونشكره.